اهلا بيكم في قناتي. انا عمرو السيد، النهارده اقول لكم على 45 فكره لفيديوهات اليوتيوب. يلا خلينا مش هيسهل الموضوع عليكم. قسمتها ل5 اقسام: الروتينز، تاني حاجه نصايح وزنا حاجه، تالت حاجه تشالنجز وفن، رابع حاجه كرافتس ودي اي واي، خامس حاجه فلوجز. اول حاجه روتين الصيف، روتيني في المدرسه، روتيني الصبح، روتيني بالليل. انا جربت روتينات بتاعت اشخاص مشهورين ناجحين، ان انا نظمت الروتين بتاعي مثلا في الاسبوع، باجي في اخر الاسبوع اعمل بلان. مثلا في ناس بتظبط روتينها ان هي يعني بتخطط للاسبوع الجاي. او سكين كير روتين. تاني سيكشن اللي هو النصايح. اول حاجه ازاي اكون شخص صباحي، ازاي ان انا بعمل ايديت للفيديوهات بتاعتي، ازاي يبقى عندي فولورز اكتر على انستجرام، ازاي اكون شخص منظم، ازاي انام بسرعه. يعني مثلا في ناس تفضل على السرير ساعه، في كذا حاجه ممكن نعملها ان احنا نوقف الحوار ده. ازاي اوضتي تفضل منظمه، يعني نعمل كذا حاجه تخليها دايما منظمه، لما تتلخبط حاجه صغيره خالص. ازاي نعمل ايس كريم بقى والحاجات بتاعت الصيف دي اولى. ازاي اتحكم في مشاعري، ازاي اطبخ حاجات بسرعه. يعني مثلا في ناس بقى عندها مش هيفضل خطوات كتير قوي تطبخ، فممكن تطبخ حاجات بسيطه في نفس الوقت دي يبقى فيها عليه بروتين وفيتامينز وكل حاجه. ازاي احافظ على وقتي. تالت سيكشن اللي هو تشالنجز والفن. مفيش سوشيال ميديا الاسبوع، او مفيش موبايل لمده يوم. ان انا اكل بيبدا بحرف واحد لمده يوم، انام بدري لمده اسبوع. واظن ان دي حاجه مش فن قوي، يعني زي تشالنج. ان انا اسهر طول الليل. طبعا الاثنين عكس بعض خالص، بس الفيديو ده يعني I don't recommend الصراحه ان الناس تعمله، عشان يعني تفضلي اسبوع مثلا بعديه يومك متلخبط. مسابقه رسم، ان احنا مثلا نختار رسمه ونقرر احنا نرسمها في نص ساعه، او حد بيستخدم ايده اليمين يرسم بايده الشمال، او حد اشول يستخدمها بايده اليمين كده. يعني اي تشالنج في الرسم. ممكن حتى نجيب اي حد معانا يعني معانا تشالنج، نشوف مثلا مين هيعملها احلى كده. ان انا اطبخ اكله مشهوره، ممكن دي تبقى بتاعت بلد مثلا، ان انا اطبخ اكله صينيه مشهوره كده مثلا. افضل 24 ساعه في الاوضه. ريكرييتنج سيلبرتي فودز، او ما بيعملوا بوز مثلا بطريقه معينه، يصوروا مثلا في حته معينه، احنا نقدر نقلد الحته اللي هم بيصوروا فيها، نعمل نفس البوز. نجرب اللايف هاكس بتاعت تيك توك، نعمل مشروبات صيفيه، لفات حجاب سهله. رابع حاجه كرافتس دي اي واي، ديكور للاوضه، كرافتس سهل، ستيكرز. خامس حاجه فلوجز، ان احنا نصحى الساعه 5 لمده اسبوع، فلوج للسفر. انتوا مسافرين صوروا بقى انتوا بتعملوا ايه في السفر. يوم برودكتيف في السفر، فضل برودكتيف لمده 24 ساعه، اللي هو ما ضيعتش اي وقت في يومي. سيلف كير نايت او سيلف كير داي، جربت كل الهدوم اللي في دولابي. استعدوا معي للسفر بقى. بنعمل ايه مثلا؟ نعمل شنطة او بنجهز الحاجات بقى في الأوضة، مثلا لو في حد هيسافر لمدة طويلة نظموا الشنطة معاه. نالا في جوال، نظموا الأوضة معايا وقولوا ترانسفورميشن. وانا الصراحة هعمل الفيديو ده مفروض اصلا يكون مكان ده، بس بننقل يعني، فالمفروض ان العفش بتاعي مدهنه ابيض، فهو هياخد وقت عقبال ما يدهن ابيض. فانا مش هينفع ان انا افضل اسبوعين ما انزلش حاجه عشان العفش بتاعي يدهن ابيض. ده المفروض بارت 2 في الموفينج فلوج، جوله في غرفتي. اخر حاجه بقى خالص هو فيديوهات لليوتيوب. شكرا لكل عمل كومنت او اتفرج على فيديو او عمل سبسكرايب. وده كان فيديو النهارده. لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وسبسكرايب، واشوفكم المره الجايه ان شاء الله. مع السلامه.